ايه ده؟ هو ده الشخص الغلط؟ لا ده انا احبه بقى. ناس كتير بتفتكر ان ده قله حظ، تقول اشمعنى انا اللي دونا عن الناس كلها حظي قليل كده، اشمعنى انا اللي بتشد للناس الغير مناسبين ما كملش ليه في علاقه. صدقيني لو اول مره بيبقى حظ، بعد كده بيبقى سوء اختيار منك. دايما بتلاقي نفسك بتتشدي للاشخاص الغير مناسبه بمنكاش، بعد كده ترجعي تعيطي وتقولي هو انا ليه حظي قليل. نتعرف في الحلقه عن ليه بنشد للاشخاص الغير مناسبين بنحبهم. شوف في الحلقه. لو الحلقه عجبتكم استناكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كتير مننا بيتعامل مع النجاح على اعتبار انه حاله، سرعه او ضربه حظ. اللي ما يعرفوش ان النجاح ده نبأ من 6 خطوات. تابعوا ما هتلاقي نجاحك، مش زي ما بيتقال في امثالنا القديمه ويضلوا في القفص إرادة حظ ولا فدان شطاره. هنتكلم النهارده في الحلقه عن نموذجين ناجحين في حياتي، يمكن يكونوا حافز ليكم عن النجاح. تجربه خدت مني سنين، مش مجرد تحضير لحلقه. استناكم تتابعوني. جربت في مره تسال نفسك كده، يا ترى العلاقه اللي انت فيها مريحك ولا فرهده على الفاضي؟ يعني بتقدر تزودك ولا بتسحب منك ومن طاقتك؟ هنتكلم النهارده في الحلقه عن 7 علامات تخليك تتاكد انت في علاقه صحيه وصحيحه ولا علاقه سامه زي ما بيقولوا. هنشوف في الحلقه. موضوع حلقتنا النهارده عن ظاهره بتتم في كتير من البيوت، بس من غير ما تتثبت على الورق. زمان كانوا بيقولوا السكوت علامه الرضا، بس النهارده السكوت علامه من باليد حيله. هنتكلم النهارده عن الطلاق الصامت. هنتكلم في حلقه النهارده عن الحل الجذري لكل مشاكلنا. انت في الشغل حاسس ان انت مش متقدر، بيعاملوك اقل من الباقيين، ما تاخدش حقك. هنتكلم النهارده هنعمل ايه. انت يا ست الكل حماتك بتعاملك غير سلفتك والموضوع ده مأثر في نفسيتك. بلاش. في علاقاتك مش مرتاح، كل ما تروح تحب حد يقولك لا انت اخويا، بعاملك زي اختي، اخ، صاحب، صديق، بس علاقتك ما بتتطورش، عندك ازمات كتير ومش عارف تحلها. النهارده هنتكلم عن الحل السحري لكل مشاكلك، حاجه واحده. معلش. تسمع عن ناس كتير اكيد بيغيروا شغلهم، يروحوا دراسه جديده، يروحوا حاجه بيحبوها، هم كانوا بيدوروا على شغفهم ولقوه. انا واحده من الناس، غيرت كذا مره شغلي، اشتغلت حاجات كتير، درست حاجات اكتر، مجالات مختلفه، بدور على شغفي لحد ما لقيته هو المحرك الاساسي لينا ولاختياراتنا. انت النهارده موجود في ماضي اولادك، فاصنع ذكرياتهم. هنتكلم النهارده في الحلقه عن الطلاق المرعب وازاي تربي اولادك بعد الانفصال. نسمع طلقني مش قادر اعيش معاك. طب روحي وانت طالق. جمله بتخلص في 3 كلمات، تبدا بعديها حدوته جديده في حياه ولادك. بنسد ودنا عنها، ما بيقولك ماما وحشتني، احنا ليه مش عايشين مع بعض، بابا فين. النهارده هنتكلم عن المحاذير في علاقتنا مع الولاد. افتكر ان القرار اللي انت خدته قلب جامد، لازم تتحمل نتائجه وعواقبه. ولادك مالهمش دعوه بقرارك. رجاله وستات، انت بتصنع ذكريات ولادك، حافظ على ذكرياتهم، طلع جيل سوي. استناكم في الحلقه. ايه هيكون قرارك لو ارتبطت بالشخص ده؟ ارتبطت بشخص مش عارف قيمتك، عمل حاجه من العلامات اللي احنا قلنا فيها او حسيت العلامات الخطيره اللي اتكلمنا فيها، هتحاول تغيره ولا هتكمل معاه على امل انه يتغير، ولا هتبعد عنه وتمشي وتشتري نفسك؟ كتير مننا بيدخل في الحكايات مصدق ان الحدوته اللي هو فيها مستاهله المعافره، يدي فرصه مره واثنين وثلاثه لحد ما بيتعب، بيتضغط نفسيا بما فيه الكفايه، فبيقول كفايه ستوب. هنتكلم النهارده في الحلقه عن 9 شخصيات اول ما تشوفهم بوسه كبيره وتقول لهم سكه السلامه، نتقابل في الجنه ان شاء الله. نتكلم في الحلقه دي عن ال9 شخصيات دول. استنوا. في الزمان ده الكدابين مكنوا وكتروا، الزمان ده الكدابين ما بقوش بيبتكروا. بما انهم ما بقوش يبتكروا، فاحنا النهارده هنتكلم عن اشهر كدبات الرجاله والستات. اول ما تسمع الكدبه من دول لف وارجع تاني. يلا استناكم في الحلقه. رغم بشاعة الحياة محتاجين حد ينور لنا جزء من الطريق، يشاور لنا على سكة ممكن تكون مش متشافة، يزرع في طريقنا بدل الورود أمل، يبقى في لحظة عكاز تسند عليه حلمك. وعشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، عن الثقة بالنفس. اوعى تدمن العلاقة. افتكر ان محدش بيموت ناقص حب، بس اهم حاجة ما تعيش من غير كرامة. تلاقي نفسك عمال تكلم نفسك وتقول وانا فعلا محدش كان يشتري خاطري، ما استاهلش ان حد يحبني، يبقى عليا يحارب عشاني، هو انا عملت كل اللي عملته ده في الاخر ما تقدرتش. بالظبط نفس اللي بيحصل في الافلام. تدخل الفيلم تلاقي تتر عليه بطل وبطله اسماء ابطال، في الاخر تعيش حدوته مدتها ساعه، ساعه ونص، بعد كده ينزل تتر النهايه تلاقي الشاشه سوداء ومكتوب عليها النهايه. هو ده بالظبط اللي بيحصل معاك اول ما بتسمع كلمه الفراق. اول ما بتدخل في المرحله دي تلاقي نفس الشاشه السوداء، نفس التتر، بس المره دي بالساعه ونص، دي قصه وانت بطلها. هنتكلم في الحلقه عن ادمان العلاقات. استنوني.
وكان مفروض ما احبكش، ولو حبيت ما بينش، ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيك.